هل سألت نفسك يوما ماذا سيبقى لك من أعمالك في ذلك اليوم العظيم، يوم تنقطع الأسباب وتنتهي الآجال؟ هناك عمل واحد فقط ميزه الخالق جل وعلا ويبقى معك حتى تبلغ أعلى درجات الجنة. استمع لهذا الأثر العظيم عن قارئ القرآن. اللهم إنا نتجرد من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كل الأعمال تنقطع يوم القيامة إلا حافظ القرآن. سبحانه وتعالى يقول: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قارئ القرآن مع السفرة كرام البررة يوم القيامة، يعني مع من؟ مع الملائكة. فقط أنت اعرف في القرآن، ليس من الضروري حفظ القرآن. أكثر الصحابة لم يحفظوا القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون أنه ما تجاوز سورة البقرة حفظا، لكنه ما كان يحفظ 10 آيات ويتجاوزها. سمع 10 آيات يحفظها ويتعلمها ويعمل بها ويعلمها لغيره، ما يتجاوزها، لكنه كان يعمل بالقرآن. العبرة ليست فقط بكثرة الحفظ، بل بالعمل بما حفظت. ولو كانت 10 آيات، اجعل القرآن ربيع قلبك ونور دربك، وداوم على تلاوته وتدبره، فإنه أنيسك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. لا تنسوا الاستغفار دائما وأبدا، وأكثروا فيه أينما كنتم. شاركونا في التعليقات آية تحبونها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.